الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة. أما بعد، فبردوام دبين لا رنكرنوي كتابي لباب التحرير في أصول التفسير، دان راوي دكتور مساعد الطيار ومختصري دكتور عبد الرحمن المشد. جيش بنا للسلف مذهبان في تفسير القرآن. بله. وللسلف مذهبان في تفسير القرآن بالإسرائيليات: الأول جواز الاستفادة منها في التفسير وهو مذهب الجمهور. بله. الثاني منع الاستفادة منها في التفسير. يعني حتى لبين سلفيش لباب إسرائيليات يعني باس منكر كإشكاليات تداهية وخلاف تداهية. مذهبية كمان جواز الاستفادة منها في التفسير وهو مذهب الجمهور، جمهور الصحابة وجمهور تابعين أو كاستقرار عملي شي لسنة، لكن مفسرين استفادة كردن لإسرائيليات. ومذهب الشكشمان إياكا منع كردني استفادة لإسرائيليات، وهردو تشان دليل يعني دليل مذهبية كم؟ ويستدل للمذهب الأول من القرآن والسنة بالإجماع السكوتي عند الصحابة وبالإجماع السكوتي عند الصحابة. فمن القرآن قوله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقوله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وغيرهما مما فيه إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال بني إسرائيل عن أخبارهم وأحوالهم، ولو كان فيه محظور لوقع التنبيه عليه. آياتكاني قرآني الصريحة يا كم شت قطمان دليل يوي كادرين جواز الاستفادة من الإسرائيليات للتفسير قرآن وسنة وإجماع السكوتية. دليل قرآني وآياتاني: سل بني إسرائيل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. من هم الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ هم بنو إسرائيل، هم اليهود والنصارى. وهل واقع فرقا سبحانه وتعالى فرمتن: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، كوا لسورة رعدية. هو آياتنا هم صريحا لويك يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم السؤال لبني إسرائيل بك يأخذ أخبار بني إسرائيل شهاديك له رازقوي قرآني. فأجر بيتو أخبار بني إسرائيل حجة نبي هم يدروه بيتن كدبت الشهادي كس شهادي بدروزني دكا. فهو بلقي لسلوي كاعتبار شيء علمي هي أخبار بني إسرائيل. وزائدا نشكب خواي برجار سبحانه وتعالى كإرشادي بيغمبري دكا صلى الله عليه وسلم كبسيال لبني إسرائيل بك أجر بيتو يعني محظورة الشرعي تدابي، يعني أجر بيتو إشكاليات الشرعي تدابيتن لوقع التنبيه عليه. خواي قول سبحانه وتعالى أجداري ذكرته كمثلا جائزني يأخذ مثلا إشكاليات اشتداهية لو بابي، فأو أصل إباحي استفادة ذكرية لا لو آياتنا. ومن السنة ما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث باس ما كره حديثة شيء متواترة يعني لشرط متواتر يا جلس حديثة شيء يعني تطبيق بتنسوا حديثي تطبيق دبي بالله. وروى أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. بالله يعني أو قسمي أخبار بني إسرائيل أهل كتابي فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو يقال قرآني باس نكره. أما أو كمخالف قرآنية فنكذبهم، وأما أو كموافق قرآنية فنصدقهم. بلا ما قسمي كنموافق قرآنية ونمخالف قرآنية فلا نصدقهم ولا نكذبهم. فإن كان حقا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمتن لم تكذبوهم، يعني احتمال هي كحق بيتن، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. فلو قسمي مثلا لتعيين مبهماتها، مثلا عندك مبهمات هي كما نازي مثلا حق عن باطلة فنسكت عنها
بلام سكوتي ما لسري معناه أو نية كمثلا نتواني استفادة لي بكين أو استفادة إيش معناه أو نية كتصديقي لكن استفادة زياوزة لغير تصديقي كما دلين استفادة الإسرائيليات لكن معناه ونية كما مثلا إيمان ما به بني إسرائيلي مثلا اشتكى فعلا أو تفاصيل أنا هم يهالبوا بلام أصل قصة أصل بابتك بابتك أصل شيء هي صحتها شيء هي لبرهن ما استفادة لي لكن بل. ويستدل للمذهب الثاني بما رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وحديثاش طبعا لمسند الإمام أحمد السنة لكي حسنة دليل لو مذهبي دوام لا تسألوا عن أهل الكتاب عن شيء أو حديث الصريحة لويك نبي من بيت شيء بسياريان ليبكين بلام ذكري بيتنا ما حديثي توجيه بكين استعب خوش مؤلف توجيه كلية بلام هزاري بردوامين. ومن الآثار الواردة في اختراز يعني يقلا توجيه كان أو لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء عن شيء نكرة ونية نكرة يشمل كل شيء بلام ذكري ما بين تفسيري أو أحاديث سبب وروده كو آيات سبب نزوله أحاديث بيغمر صلى الله عليه وسلم سبب وروده سبب يو حديثي تسيكل عندك لروايات كان هاتيا كمثلا عندك للصحابة كان يعني كتابي توراة ينخينتو لكاتي نزول القرآن يشتا اكتمال نزول القرآن لبقى سوينا توراة ينخينتو فهو رنجا لو كاتي مثلا محظورة الشرعية دابت كمثلا رنجا إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق يعني مثلا تبسي يشتشي بخيني وكمثلا يشتا القرآن لسري دانا بزي برام باش انقطاعي واحد باش استقرار كردني ديني كامل بوني ديني أو كاتي دكريب لو حديثة مثلا يعني أو كمنسوخة يعني أو كمثلا توجيهات كي هي كيستبعصي دك إن شاء الله والله أكو فكرة عامة حديثك بونوعية كحديثك الصريحة لو منعي بسيار كردن لأهل كتاب. ومن الآثار الواردة في احتراز بعض السلف من روايتها ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل، وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن آثار كان ابن مسعود يزول بيان متفق لسلويك بهيت شويتي سؤال لبني إسرائيل نكلته وتفسيراني كلام مسعود رواية كرايا زور نادرة أجر بيتو بابتك بيتن كلبني إسرائيل ورجل لبهند درن زانا درن أجر حديثك ابن مسعود لبابتي غيبياتي بيتن له حكم الرفع لبرو كان مقلا من الأخذ عن أهل الكتاب وهكذا تلاميذه بهمان شيء طلب كان ابن مسعودش أواني كتفسير يعني ليه روايات كرايا لا تابعية كان أوانش بهمان شيء مقل لا روايات كردن لأهل الكتاب. نعم. قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه ولم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم. وروي عن أبي بكر بن عياش قال: قلت للعامش: ما لهم يتقون التفسير عن مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. والله وبسيانا الإمام عمش كده كعمش يكل كبار أتباع التابعين أبو بكر بن عياش بسالي لك أبو بكر بن عياش الزاهد التقي العالم دلت ما لهم يتقون التفسير عن مجاهد لو تسي عندك لزانيان خوان دا باريز لتفسير مجاهد طبعا مجاهد طلب ابن عباس دلت النعمش دلت كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب فعندك تفسير كاني لإسرائيليات ورقيت لبرهند زانيان هندق لزانياني أو سردمي كانوا يتقون التفسير عن مجاهد. وتحرير محل النزاع في ذلك أن يفرق بين أمرين: الأول التحديث عن بني إسرائيل، والثاني الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته، فالأول جائز بلا حرج، وأما الثاني فيقع فيه الإشكال وهو محل النزاع.
أو يكم يعني كتحديث عن بني إسرائيل جائز بلا حرج لبر حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما الثاني كاستفادة كردنا لبيان معنى آيات ياخذ اشتغل كبيوندي بمعنى آيات كيه بيتن وكو تبيني مبهم تفصيل مجمل إلى آخر أوانه أو محل نزاعية باش ما كر أما يكم أو شت كباس ما كر أما بحث إسرائيلياتي قطبان زانان سي مذهبيان هي لا بابت إسرائيلياتي مذهبي كميان منع استفادة كردن مطلقا مذهبي دوميان توسع كردن لاستفادة مذهبي سيمشان قولي وسطة كإسرائيليات هموي ليك نوعينية بالي قسمه كان يستعدين سر أقسامي إسرائيليات كان كسي قسمه. وقد قسم بعض العلماء الإسرائيليات إلى 3 أقسام. قال ابن تيمية: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. بالي. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته. فلو بابيك تجوز حكايته وأذكر على كتاب كاني تفسيري كويل قسمي السيامة. نعم. والقسم الثاني والثالث هما محل النزاع عند التطبيق. يعني أوي كذلك مثلا ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالف. يعني عندك زاري عندك إسرائيلياته عندك لزانان دين كاكا ومخالفي أو حديثي مخالفي أو آياته. بلام كاتا كورد بيولي إسرائيلياتك دبيني كبو شوينية يعني زانايش كده مناقشة إذا كان لو إسرائيليات مخالف قرآنية أتوها تيجيشتي أو معناه تيجيشتي لو إسرائيليات كمخالف قرآنية بلام ذكرتن أو إسرائيليات تيجيشنا كي تبو نوعين بيتن لوي فيعني لكاتي محل نزاعي لا قسمي دوام لا قسمي سيم قسمي سيم بجزور زار مثلا تيكل ذكر لي قسمي دوام يعني قسمي سيم زاري وبابت هي كمسكوت عنه بلام زانايك ديتن يعني عالمك ديتن دركا كولا قسمي دوامه أو مخالفي قرآني مخالفي أو دليلية. طبعا طرق استدلالي زورة بنات ناكل بسينا تفاصيل طرق استدلالي بلام لكاتي يعني أو كمحل نزاعية قسمي دوام وقسمي السيامة. والراجح جواز الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير لأمور 4. لما تسارشتي أما دليل راجح أو كاستفادة لا إسرائيليات بكري لتفسيري يكمشت. الأول صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم لك في كل أخبارهم. ولم باس ما كل مثلا لا عندك قصة هي لا أويل القرآن باس كلام مفصل تلا وقصة بيغمبر يوسف عليه الصلاة والسلام سورة يوسف قصص شيء مفصل أخوي قول سبحانه وتعالى وصفي كده بأحسن القصص وفعلا جويك مثلا لأسفاري توراتي هاتي بو تفصيلين يك القرآن هاتي بلان قصة ما هي مجملة وكو قصة بيغمبر أيوب عليه الصلاة والسلام ذكري لعندك بابتي استفادة ليه بكين بلان بشرت شيء تشريع عقيدة تدانا بيتا. الثاني إباحة النبي صلى الله عليه وسلم التحديث عنهم بعد النهي عن ذلك فدل على أن النهي منسوخ. فهو حديث باس ماكر حديث إمام أحمد لا طريق جابري أو حديث منسوخة بروي حديث كيدي كلا صحيحين لبخارية صريحة كذا فرمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لو دري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني كان قبل ذلك هنالك حرج فهذا الحديث جاء بعد المنع. طبعا هو حديثش طبعا حديثش معناه كإمام عمر كان يمسك يعني كتوراة دين تبردست بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا كاتي فتح خيبرية وبزان بيغمبر صلى الله عليه وسلم تورد بدليل لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبعني أجر بيغمبر موسى لجيان دابا يعني يتسوقنا ودابا إلا شوين كوتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام شوين كوتي شريعة بيغمبر لبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم شريعة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناسخة له شريعة كاني بيش أخوي فهذا كريبلين بيغمبر صلى الله عليه وسلم غضب بيغمبر عليه الصلاة والسلام لو حالتي وكا إيش دا تشريعات قرآني بتواوي استقراري نكر ديا. الثالث الحديث الوارد في النهي قصد به النهي عن طلب الاهتداء لا مجرد الإخبار. يعني طلب الاهتداء يعني ما بتسين برنكاكا هداياتي لو أخبارانا والبقرين يعني مثلا قصة كان كولك نوان هاتي بامو تفاصيل شو ودي بقرين يعني بين تفسيري قصة كان ممكن آخر أما استفادة لذا كين مجرد إخباره
مجرد جمجي قصكي وردقرين كأصل بابتكي تسيا كلقى سياق آيات كان موافقة. يعني زور به استفادة ابن عباس اللي كم تاون شمكتي لا إسرائيلياتي لو قسمية كمثلا بابا تعامكي لقى قرآني يقدر قرتوه. يعني لينك كي لبني أو إسرائيلياتي لقى سياق آيات كان قرآني. أما ابن عباس لخوي وناية بابا تشي إسرائيلي ربط لقى قرآني إلا ربطك هي لبينيا. أما تفاصيل كان ابن عباس هالبخوي مقلة لا تفاصيل وزائدا إيش أو روايات ثانية لابن عباس كلا هميا لا يك مستوينية. أساني إذا كان تفسير ابن عباسي يعني يزيد شيء سي قسمية يعني صار قسمه أو قسمه كصحيحة كطريقة صحيحة كان زور كم تفاصيل إسرائيلي تداه. أما طريق عوفيين طريقي مثلا سدي لابن عباسي أصلا طريق من هي كزانا مجمعا اتفاقيا نسألوية كدروية لابن عباسي وحرام الروايات كردني إلا دي بياني ويبكي أو طريقة موضوعة كطريق السدي الصغير عن ابن عباس أو طريقة من هي كمثلا بتسن طبقة شدقات ابن عباس زانان متفقين كمثلا أو موضوعة لابن عباس أو تفسيره. والروايات شان كذا الروايات شان كذا إلا بياني وين ذكر أو طريقة شيء كذب وموضوعة. فحتى أو تفسيره كابن عباس روايات ذكرتن أو التسليم بهم هناك أنا قلت شو قلت مع أصل ويا لا أساني تفسيري كتساهل تبكري بلام أويش تنقسمك ولا تعاني بقرا إنه سكتيبي التقرير في أسانيد التفسير الشيخ عبد العزيز الطريفي. والله. نعم. الرابع رجوع جمهور السلف إليها مع علمهم بما في بعضها من اختلاف أو إشكالات في منطوق الروايات. لهندك يعني لهندك قصة كان بني إسرائيل إشكاليات تدعي لمنطوق رواياتي مثلا اختلاف هي لبينيان فكاتك اختلافها بيتن أو يقين من دزاني كمثلا يعني قصة إسرائيلية كتسن روايات هي ألا بين إخوان اختلافهم أو يقينا دزانين يعني ناكره لهم يان راس بيتن لبرو اختلاف لبين إخوان هي والله احتمال شيء لو قصة أنا راس والله ما هي تبرج حكمان فيني بلين والله أو قصة أو راس ترى لو يديك سندني اشتقني بلين والله سندي هي مش أحاديث كاني بيغمبري صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة بين ترجح بكين مش كسندي نية بلا ما وياك أصل قصة كي في استفادة لأصل قصة كي لكن نقل تفاصيل قصة كي. ويظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات ثلاثة أمور مهمة. الأول أن مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية والوارد عنهم لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. أو بابتك باسمان كلو تسنزارة دوباره يبكينه بالله. الثاني التفاصيل لا تصدق ولا تكذب إلا بخبر الصادق المعصوم ولا يكفي قبولها وورودها في مرويات بني إسرائيل. أوش واضحة. الثالث النهي الوارد عن بعض السلف منصب على أحد احتمالين. الأول طلب الاهتداء وعليه يحمل ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. الثاني طبعا ده كم يعني أو نهيك عندك لا زاناني صحابي نهي كده كاستفادة يعني بسيار لبني إسرائيل بكريتن أو نهي دو احتمال كم يعني طلب الاهتداء يعني ابن عباس لو أثري كتعز باس مانكر لا صحيح بخاري دريتن سي ابن عباس دريتن يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله عز وجل تقرؤونه لم يشب ده يكون بسيارة نقول أهل الكتاب ده كان أو قرآني كدابة استسر بيغمبري عليه الصلاة والسلام ناسخي بيش أخويتي نويترين وحي كدابة زيبتا. ابن عباس هربخوشي روايات كده لا بني إسرائيلي أما كو بين زمعي أو آثارنا بكين دين زمعي أو آثارنا أو كم من شد طلب الاهتداء أما دعوي هدايات لو اشتعنا بكين وبزاني أو مصدر شي شرعي مصدر شي هداياتيا أو أثرنا لسلوياتك أو مصدر هداياتنا إسرائيليات دو من شد كثرة سؤالهم زور بسيار كردن ليان زور تسوننا تفاصيلي يعني أو نهي لكرا لا تسوننا تفاصيل لا أخباري بني إسرائيل. نعم. الثاني كثرة سؤالهم وعليه يحمل ما ورد عن الأعمش عن الأعمش. والإسرائيليات لا تنقد من جهة الإسناد بل من الجانب التاريخي والمتني لها.
الإسرائيليات لا تنقد من جهة الإسناد لأنها لا أسانيد لها، بل ينتقد من الجانب التاريخي والمتني لها. مثلا عندك الإسرائيليات هي مثلا تفصيلي، عندك مثلا قلت زماني أو بيغمبري باش زماني أو بيغمبري أمر دزاين لا سياق قرآني ولا أويك مستقر ولا روايات كان دي كي إسرائيليات دزاين كبونو عينية، فأو إسرائيليات رفض ذكينه، يعني إسرائيليات مان هيك غلطي تدا، غلطي تاريخي تدا. بالله فإمام طبري بينش ضابط دانا له ورقتن ياخذ يعني ورقتني إسرائيليات شلو استفادة كردن ليلة تفسيري. بالله. وقد ذكر الإمام الطبري 5 ضوابط مهمة في قبول الإسرائيليات. الأول موافقة كتاب الله عز وجل، يعني دبي لينكك هبي لبنيو إسرائيليات لغير قرآني. دوام. الثاني أن لا يدفع الخبر الإسرائيلي خبر عن المعصوم، يعني ناكل أو خبر إسرائيلية بيتن حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم رد بكاتوه. الثالث موافقة لغة العرب، موافقة لغة العرب يعني أو إسرائيلياتي كما قبول ما كردوه تفسيري قرآن ما بيقري ناكل لروي لغوية ومخالفة قرآني بيتن. الرابع أن يتتابع عليها قول الصحابة والتابعين، يعني ما يستعنين لخوما أما بين بتسين توراتي بنيان تلمودي بين دابن من الله قرآني في تفسير لك لا أما بنوع إسرائيليات ولا أما باسو إسرائيليات هذا كين يعني الصحابة والتابعين توا وليان قلتوا إيش يان بيكله بس باسي أو قسمي لك نك عمومي أو إسرائيليات أنا كإسلام موجودة ولا شرح توراتي لشروحاتي مثلا آبائي كنيسي له عندك إنجيل وعندك بابتي أما علاقة ما له بابتانا نية أصلا بابتانا وبمصادر تفسيري دانا بلان باسي أو إسرائيليات أنا ده كين لتزيد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين روايات كريال يعني وتتابعيا كربي لسل بابتش. الخامس أن تكون من الأمور الممكنة لا المستحيلة، واجتماع هذه الضوابط معا تقوي قبول الخبر ولا يستقل وجود بعضها بقبوله، فهي أشبه بالقرائن التي تحتف ببعض النصوص الضعيفة الإسناد فتقويها. يعني طيب منك حديثي ضعيف تعاملي لقبكين أو بين شرطي كباس يعني منال أو بين شرطة إلا دبي هبيتن بلا ما قربيته هندك لو شرطانة هبي مثلا 3 شرطيان 4 شرطية درين كاك أو دكري مثلا زاني بقبول زيادة بيتن بلا ما قربيته مثلا مخالفة هريك لو بين شرطانة كبتايبات شرطية كم دوم لقى شرطي سام بيزنو عشي أو إسرائيلياتا مقبول نية وقت قسمي مردودي أقرتش مثلا زانيك لزاناني أتباعي تابعين هنا بيتي وزاناني أتباعي تابعين وتابعين وحتى الصحابة معصومين بلام يعني أقل إجماعيا لسبابة الشبيتن وشي بابتي أو كباس ماكر بابتي جسدك شبه إجماعيا لسريه كأو جسد الشيطان. حتى إمام بخاري لكتاب تفسيري أو آياته هنا در جسدا يعني شيطان قال ابن عباس شيطانا ومعلقه هنا لكتاب تفسيري لا صحيحي صحيحكي خوي بالله الجامع الصحيح. وبعد طبقات السلف قلما وجد تفسير إلا وفيه من مرويات بني إسرائيل، ومنها تفسير يحيى بن سلام البصري. أو طبعا ياك لقدمترين تفسير كان كأمتي إسلامي بدست جيش بيتن كودست ما جيش بيتن يعني لا دوسط هجري وفاتي كده تفسير يحيى كري السلامي بصري ولقيروانش وفاتي كده لتونس. وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الماوردي وتفسير الثعلبي وغيرها. طبعا تفسيراني كباس كده أو تفسيرانا مستعمل ولكن أمتي أو طبعا سردم أتاس سردم جواز ببلام مثلا إمام نووي دريت لو رحل طالب العلم لتحصيل تفسير الطبري إلى الصين ما كانت رحلته كثيرة لكتاب مجموعي ودريت لقى طالب علم ليركو عن رابست الصين لو بدأ السيناني تفسير إمام طبري بينارم رحلة بخسارته أو يشوانه إلى كتاب مجموعي شرح مهذب وهذا فرمت رحمة خالي فهو أهميتي أو كتابانا من له رندكاته لكن زانه. ومن الأمثلة التطبيقية على ما سبق من تحرير تفسير السلف لفتنة نبي الله داود عز وجل بأنها كانت في المرأة، وذلك في قوله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام نك عز وجل يعني بله
عز وجل كي كم يباش داودي بكان صلى الله عليه وسلم يعني عليه السلام يعني عليه الصلاة والسلام. ولم يرد إلا هذا القول الإسرائيلي في تفسير الفتنة عن طبقات السلف الثلاث. يعني هم يعني متفقين كأو فتنة كتوشي بيغمر داودي بوا فتنة فتنة مر أيوة أو تفاصيل قصة كي كوبوا كونبوا أما إيش ما بوشتين إيش ما بويا كاتفاق يعني هرسك طبقة الصحابة تابعين أتباع تابعين أو إسرائيلياتين ورقتين ورواياتين كذا إشكالياتين نقرنبوا. ومن فسر الفتنة هنا بغير ذلك فقد خالف إجماع السلف. وكو أويكا مثلا أوي يعني كرديكا بنو عشكا تفسير يعني كرديا أقوال محدث مان هي خاصة تفسير متأخرة كان أقوال عنتك وبنتك كمان هي خاصة تفسير إشاري أو تفسيرانك أصلا شيء علمي منضبطين ناطني بيزنو عش تعامل لك كيتسكا رساء أصولي علمي بنياد من رأي تفسيرانه. دينا مبحثي آخري لما مصادر كاني تفسيري كمبحثي لغوية ومبحثي لغوي زورترين مبحثة زورترين مصدرك بكار بيتن ومهمترين مصدر إشاء إن شاء الله تاوي لكن أو مبحثة. نعم. المبحث الخامس اللغة. المراد بتفسير القرآن باللغة بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفردات وتراكبه في لغة العرب. مدلول تيا هم كلمات للغة عربي مدلولي هي مدلول يعني معناه كلمة كي إذا لروي مفرداته كلمة مثلا وكم مفردة معناها شيء خاص خوي هي ولا روي تركيب شو مثلا لجملة اسمية عن جملة فعلية معناها كيدا قوريته. ضله. ووجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسير أمران. الأول أنه لا تخلو آية من الحاجة إلى معرفة اللغة. هيت آياتك مانية للقرآن بيوستي با لغة نبيت لو تفسير. وغالب ما يحتاج إليه في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة. ضله. الثاني أن اللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على مصطلحات ورموز خاصة كالموجود عند الصوفية والباطنية وغيرهم. الأولى أن يقول عند بعض الصوفية عند نعم. بعض الصوفية والباطنية أو الباطنية وغيرهم. أما تفسير ما هي مثلا تفسير أبو عبد الرحمن السلمي ما هي لا تعرصت وشتشي تعرصت وبنزاي اشتشي وفاتي كده أبو عبد الرحمن صاحب طبقات الصوفية وليس هو التابعي تلميذ عثمان. مثلا لو تفسيري تفسير شيء اجتهادية تفسير شيء رمزية عندك شيء تفسير ذاك لم يسبق أحد من العالم. فيعني لغة عربي سد شيء منيعة لو يحل حمل ألفاظ القرآن بكري لسر أو رموز ومصطلحات خاصة كهندك طائفة لبين إخوان مثلا بونوعي لقرآن تيجيشتين لبين إخوان بونوعي اصطلاح إخوان لبين إخوان وهابو ذكري لك إخوان عندك معناه صحيح لمذهب إخوان لا تيجيشتني إخوان لكن إخوان رازي والله ما بين مراد إخوان قوله سبحانه وتعالى لو آياتي أو اشتبك أو باس كده كلا وألف كلا. واضح. وقد مر التفسير باللغة بثلاث مراحل. الأولى عند السلف عند السلف لا باش يديه هجري لا باش وفاة بيغمبري عليه الصلاة والسلام حتى سر قرني سيم دوسطي هجري. الثانية عند أهل العربية عند أهل العربية لسرد إمامي أصمعي ولكاتي مرحلة تدوين اللغة لا باش صوت بنزاي هجري بالضبط حتى سيصت. الثالثة بعد تدوين كتب اللغة. والله. ففي مرحلة الأولى كان أغلب تفسير السلف باللغة والصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. نزل به القرآن. نعم نزل به القرآن فلا يعترض على تفسيرهم من جهة اللغة. كان مرحلة كمان هي أغلب تفسير السلف هو اللغة يعني زور بي أو تفسير يعني كون تفسير القرآن بكل اعتمادي نسأل لغة راسته استفادة للقرآن إذا كان راسته استفادة لأحاديث بيغمبر إذا كان صلى الله عليه وسلم بلام زور بي استفادة كان للغة يعني لغة شيري بشتي الشيري بردي تفسير قرآني. بله. وأما التابعون فكان فيهم العربي المحض فهو في اللسان كالصحابة وفيهم من الموالي الذين تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه فقد كان من البربر. نعم البربر الذين يقال لهم الآن الأمازيغ
عكرمة يعني ليس عربية، هو من الموالي، يعني مثلا عبد ودواء مثلا عتق كلايا ورزقار كلايا، كان من البربر ولم يكن من العرب، لكن رواياته عن ابن عباس من أصح الروايات في التفسير وحتى في الأحكام. عكرمة عن ابن عباس يعني سند صحيح لا إشكال. ومثلا تفسيرك لعكرمة الروايات بكري مردناك إنه برين والله عكرمة لبلو كعرب نبوة، تفسيرك يرد كريتو لبلو عرب نبوة عربية كإشكالات تداهي، لبلو عربي لا صحابي فيروينه، فهم في العربية كالصحابة، فهم في اللسان كالصحابة. ولم يؤثر في تفسيره ولا في تفسير غيره ما هو مخالف للعربية، ومن زعم وجود ذلك قيل إن إدراكه للعربية أعلى ممن أخذها من الكتب. يعني استنى ما عندي التفسير عكرمي، أنا التفسير عكرمي هذا غير عكرمة، مثلا حسن البصري أيضا من الموالي، إمام حسن لم يكن عربيا، والله أتا استنى قلت له والله أو قولي حسن البصري مخالف لغة عربية، اگر فرضش من کرد مثلا عالمش متأخر لقرن حفتم واشتمي هجري بيتن بري والله او قولي حسني بصري او قولي عكرمي قبولناكم لبروي مخالف عربية بونوعي والله ميددين ودلين إن إدراكه للعربية أعلى ممن أخذها من الكتب، لبروي أو كابراي كفير عربي بودي مناقشة واندك بقواعد نحو الصرف كالكتابة كان وري قرتيا بلام أنا حسني بصري وعكرمي وأنا عربي أنا شيء وقرتيا لا أصلي صاحب لسانك وريان قرتيا كأوان قواعد نحو الصرف لسر زماني وان داندريا لسر قسكرني وان داندريا، فإدراجي وان برستر لو إدراجي أو كسي كالكتابة كان وري قربيت. وكذا الحال في تفسير أتباع التابعين لعيشهم في عصر الاحتجاج اللغوي سوى صغارهم، يعني سوى طبعا طبقي أتباع التابعين دابوش دكريت سر سين كبار أتباع التابعين، صغار أتباع متوسطون من أتباع التابعين وصغارهم. كبار أتباع التابعين أواني كمثلا زوريني روايات كانية لتابعين، متوسطة كان روايات يعني هي لتابعين وروايات شانية لأتباع تابعين كبار أتباع تابعين. صغار أتباع تابعين مثلا يك تابعي وتابعي غالب روايات كاني شيوخ كاني هل أتباع تابعين هلا نفسي أوين والله نبالوي مثلا تابعية شديتيا مثلا حسني بصري ديتيا أو بتا أتباع تابعين حسابه، أجنا زوريني رواياتي مباشر لا حسني بصري زوريني رواياتي لا طلبة كاني حسني بصري وهكذا. طبعا الحسن البصري زور بناومان هنا رحمة خوي اللي بيتن سي تابعين من هي كقولتلينا باشتريني أهل زماني خوان بو الحسن ابن أبي الحسن البصري الحسن بن سعيد البصري حسني بصري، سعيد بن المسيب كزاوي أبو هريرة بوا، وسعيد بن جبير كحجاج كشتيتي أو سيكسا قيل فيهم أنهم أفضل التابعين في زمانهم. والراجح الذي نميل إليه أن سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين وأفضلهم رحمة الله عليه. بله. وأما المرحلة الثانية فظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري مع كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وفيه بيان كثير من المفردات القرآنية. كتاب عين خلاف الأسئلة لوخ خليل يعني خليل نظم دكتور زياد والله راجح وياك أو راجح وياك يقول لك الروايات كذا. بله. نعم. وتوالت المصنفات بعده على هذا النحو، وكتب علماء العربية من طبعا الخليل كان من العباقرة، خليل فراهيدي كان من العباقرة، كان من أذكياء العالم كما قال عنه الذهبي، فكتاب عين لم يصنف قبله مثله، يعني لبيش أو كتاب عيني هيت كتابك نهات يا مفردات اللغة العربية وكو قاموس وكو بو ترتيبي دابني وكو إمام بخاري كو بيش إمام بخاري كتابك ماني لتاريخ ببي حروف معجمي رجال أمتي باسكري بهمان شيش كتابي عين هيت كتابك ماني بيش كتابي عين بو نوعي تصنيف كتابي أوي كهي همي نسج على منوالي همي تقليدي كتابي عينه هذا كتابي عينش وكو مامسط زياد فرمي الراجح أنه للخليل بن أحمد الفراهيدي. بله. وكتب علماء العربية من هذه الطبقة كتبا في غريب القرآن ومعاني القرآن تتضمن كثيرا من التفسير باللغة، فصاروا مرجعا لمن جاء بعدهم، وصارت أقوالهم تحكى مقابل أقوال السلف الذين
ينعتون بأهل التفسير، بينما أطلق عليهم أهل المعاني. يعني لو مرحلة دوام كباشو كتاب لغوية كان تصنيف كرا تقريبا علماء دابش كرانا سردو قسمي أهل تفسيري كأوي كمثلا طبقة أتباع تابعين، لقى قسمي أهل المعاني كعلماء اللغين كبار علماء اللغين، مثلا وشي النضر بن شميل وشي أصمعي وشي أو جورزاناني كمثلا طبقة أتباع تابعين. فأنا بيان أقول أهل المعاني أو أنا بيان أقول أهل التفسير. أقربته خلاف لبين ربدات قول شيء ورد جيلة الأصل قول أهل التفسير بري أنا أهل اختصاص، وأنا أقربته خلاف لمسألة شيء لغوي بيتن أو كانت أهل المعاني بيش دخلت باشا. وطبعا كتاب كان غريب القرآن كتاب منزورة بلام أفضل كتاب صنف في هذا الباب غريب القرآن. نعم. المتقدمون ابن قتيبة شهيتي غريب القرآن هي راست. أفضل كتاب في الغريب هو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمة الله عليه. القاسم بن سلام يعني إمام إسحاق يقول راهوي فرمود إن الله لا يستحي من الحق. أبو عبيد أعلم مني وأعلم من ابن حنبل وأعلم من الشافعي، وهذا كان معاصرا له ومنافسا له رحمة الله عليه. فكتاب كان أبو عبيد كتاب اللغوية كانوي كوي موجودة لابن دستبان لغرائب لغيك براستي كتابي يعني ممتاز واستفادة لزاناني بيش أخوش كده رحمة الله. نعم. وأما المرحلة الثالثة فتعتمد على النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة المتقدمون، وكل من جاء بعد الطبقتين السابقتين لا يخرج اعتماده على هذه النقول اللغوية عن حالين: الأول ترجيح قول من الأقوال بها، الثاني إضافة قول جديد، وهذا لا يقبل إذا أبطل قول السلف مفعول به. نعم قول السلف. نعم. دليل تنسى دليل مرحلة السيم باش أوي كمرحلة كم روجتن كأهل احتجاج، مرحلة دومش ككتابة كان لغوي تصنيف كرايا، مرحلة السيم كلا باشان هاتينو أمج دقرتوا اعتمادي ملاسسيا لسر أويكا علماء اللغي أنا كتباني كاللغي نسرع اعتمادي من أسأله كتبه. أما نعطي معناه شي لغوي ببينه لو مفردة شي قرآني كوان باسي عنا كلبيتن تعود لبرو لغي عربي ساود بوا. أما قبين معناه شي ببينه معناه نوية كيلة شي وردقين مصدر مان هي وربقين معناه شي لغوي بوكو إلا قال مثلا بوكو أشياء حتى يستشكبون بموبايل كده ضلين لتساهاتي أو كي وردقين هاتفة هاتفة كشر قديم هبو لقرآن شاتي مثلا هتف هاتف والله يعني ما وستم أوي مفردك ذكري معناه شي نوي معناه نوي تايدا دبي ناكري بل نخل هاد دبي لو سياقي دي ضروري. تمام. أو أهل مكة أدرى بشعابها. بله لا إله إلا الله. وتنقسم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى 4 أقسام. الأول موافقة تفسير السلف، وهذا طبعا لكاتي بانقداني زانين خلاف يعني آيات درسي علمي راب جيري ياخذ رانا جيري، عندك لزانين ويا بيان ويا راب جيريتن والله يبان جبدتوا، عندك بيان ويا بزدرسي علمي مزدرسي ذكريه فبيوزنا كاتن راب جيريتن أو لباب يعني فائدة شيء علمية تا أقدر. معنى الأول موافقة تفسير السلف، وهذا كثير. مفردات أقوال لغويين عادة حجة وذكرت صار قسميش قسمية كمان موافقي تفسير الصحابة والتابعين، وأغلب تفسير كان أهل اللغي موافقي تفسير صحابة وتابعين. الثاني إبطال تفسير السلف اللغوي، وهذا قليل جدا ولا يقبل. بالله. ومنه رد أبي عبيدة تفسير المتكئ بالأترج في قوله عز وجل وأعتدت لهن متكئة. رد أبي عبيدة تفسير المتكئ بالأترج في قوله عز وجل وأعتدت لهن متكئة. أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو من أقدم من صنف، بل هو أقدم من صنف في مجاز القرآن ومعاني القرآن. طبعا أبو عبيدة معمر بن المثنى فرق يلقى أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيدة
معمر بن المثنى لطبقي شيوخي قاسمية. هن أقوالي هي ردي أقوالي زاناني أهل تفسيرية كول أهل معاني لأهل لغة. مثلا ليركو أنا ردي ويكرتوا كمتكئي زاناني تفسير ردي يعني تفسيري متكئي يعني كردية با أترج كنوعا بونك أترج بالي. فأوت ردي أو قولي كرتوا أبو عبيدة طبعا أوش كشي هي لبابتي أويك ولقد همت به وهم بها. ردي ويكرتوا كبيغمر يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قد هم بالمرأة. لو هذا امتناع الحدوث لا وقف دكالة سر لولا أن رأى برهان ربه ما دام لو هذا امتناع الحدوث أروينا له أو زي استعمل برون دكينو بابتنا استعمل خلاف دروس بين أهل تفسير وأهل معاني أو برادر ما لسا قولي أبو عبيدة لسا قولي معمر بن المثنى أما لسا قولي أهل تفسير. طبعا أو عالماني كمثلا أهل لغينو أقدارشن بأقوال سلف أبو عبيدة قاسم بن سلام كان من أعلم الناس بالعربية ومع ذلك كان لا يخالف الصحابة والتابعين في تفاسيرهم ويعلم أنهم أهل اللسان وله ردود كثيرة على شيخه أبي عبيدة معمر بن المثنى منها هذا القول الذي ذكرناه الآن. طبعا لا تنسى أبو عبيد دلالة السلف ابن عباس ومن دونه لا يختلفون أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد هم بالمرأة وهم أعلم بالله وكتابه من أبي عبيدة. فباز ذكين إن شاء الله لقال يعني مازال هبو أو باز ذكين والله أميركم أنا بس ما نسي وكو قاعدة لغوي أجر بيتو عالمك لعلماء اللغة حتى لمتقدمين بيتن تفسير شيء في شين رد بكاته مخالفي معنى لغوية كيوان بكاتن قولكي مقبولني لولا بروان لمرحلة كامل لمرحلة احتجاجي لغوينا. الثالث إضافة أقوال لغوية من قبيل التنوع وهذا يصح إن كانت الآية تحتمله. ومنه تفسير الخليل بن أحمد لقوله عز وجل عرفها لهم بمعنى طيبها لهم لأن اللفظ تحتمل والقرآن كما ذكرنا حمالة أوجه نوع سيم أويكا ديتن معناه شينوي لباب التنوع معناه already للغة عربية موجودة بلام سلف استعمالي أنك اليوم معناه إيش كان استعمالك مثلا آياتك كذا فرميتا ويدخلهم الجنة عرفها لهم سلف كو تفسير أو سورة كذا أو آياتين كذا سورة محمد كعرفها لهم كأهل باشتك كذا سنا بخون شوين خوان دزانه دزان لبري خواهي قول سبحانه وتعالى عرفها لهم يعني بينا ساندينا بلام خليل كوري أحمد هاتيا كيك لأيمي لغي دليل عرفها لهم يعني طيبها يعني بون خوش كرديا آية قول كيوي ردي قول كي بيشينان داداتو وقول الصحابة تابعين داداتو لولان دانا خير لبرو يدكري قول كيويش قرآن هل يدقريتن سكاب بمعنى العرف بمعنى بوني ديتن للغة عربي فاللغة عربي معناها موجودة وزائدا نش ردي في شخوي ناكاتو فهو لباب التنوع حتى لسردمي خوش معناها كسك بيتن معناه شي لغوي اللغة عربي موجود بيتن إضافة بكاتن إشكاليات ما لقرينية برام إشكالياتك اللي كانت سيا كمفسرة متأخرين كان أوشتان شان ما بزينه يشتيا هم ينباس كرديا. الرابع ورود معنى لغوي عنهم لم يؤثر عن السلف وهذا يقبل لأنهم أهل التخصص. ومنه قول الفراء عند قوله عز وجل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فالذي في موضع خفض يعني جر وعلى الذي ولو أرادوا بقولهم والذي فطرنا القسم بها كانت خفضا وكان صوابا كأنهم قالوا لن نؤثرك والله. دليل تنسى أخ فراء أقل ما شرح كما أستاذ زياد دليل أقربيته أهل لغي معناه شي باز بكن كلا السلف نهاد بيتن لا ورد جيلتن والله من ورد لأهل تخصص أنا العربي دزان لا ورد جيله أقرتش باس يعني كل معناه يونيك أشتاق صحابة تابعين باسين كل بيتن باش أجنبي للغة عربي سكان أوان همو يعني خاصة كتابة كان تفسيري أوان إيشوان أو نبو بين لغة عربي لو مناقل كان إيشوان أو بياني معناه قرآني كان كقرآنش بشكل عربي
كاللغة العربية زور فرعون. إمام شافعي لكتاب رسالة سدرة والعربية هي أوسع اللغات ولا يحيط بها إلا نبي. دري كسكنيها علمي بهم عربي بيتن إلا كابر بيغمبر بيتن عليه الصلاة والسلام. هو علم شيء واسعة، زمان شيء واسعة. فأجر بيتو عالمك لعلماء اللغة معناه شيء لغوي باز بكاتن أجر تشبيشين عن باس يعني كربيتن قولكي مقبولة لبرو أنا أهلي تخصص أهلي عربينا. لكن أنا نمنا شيناتي وكفراء باس آياتي كرديا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والذي فطرنا يعني والذي خلقنا. سندا أو لبابي قسمي ونيم قول الساحر كان لبو فرعون يبالي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يعني والله يعني والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. أقرتش عذاب ماملي فهو فراء دري أو معناه آياتكو معناه كش قرآن هالي دقريتون اللغة العربية هي إشكاليات تينية. والله ما قربين بين لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا أو ناكريتن لبروي لغوية هالي ناكريتن بله. وهنا 4 مسائل مهمة. المسألة الأولى الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من جهة اللغة. يعني لبين اختلاف زاري ولا بين السلفية لبين تابعين هي لتفسير آيات شيء هردو تشان مصدريا لغوية. فما كانت قول يكتشان وردقري معناه أن قول كيدي لروي لغوي وغلط به بلان لروي تفسيري وغلطه لروي سياقي آياتك أو راجحت له فأو باوتا أغاثان لي بيتن. المسألة الثانية قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي فيحتاج الناظر في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه اللغة العرب وأسرارها. وهذا خطأ أو غلط لبي ألف شرش كينو. نعم. ألف كي آخير ألف كي دوم. نعم. وأسرارها. قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي فيحتاج الناظر في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها وذلك بالنظر في 3 أمور. نعم. الأول تحرير معنى اللفظة في اللغة بالاستعانة بكتب اللغة وكتب غريب القرآن وأقوال المفسرين المحققين في اللغة. الثاني البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة ليتبين مراد السلف من تفسيرهم. الثالث قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق دون تحرير معنى اللفظ لغة وهذا كثير في كتب الوجوه والنظائر لحرص أصحابها على المراد باللفظة في سياق دون بيان معناه في اللغة. واضح أو يعني واضح بليتن قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي يعني زاري وهي دين باس ما كر يقلا رجاء كان التعبير كان قطبان التعبير بجزء المعنى أوان دين جزءك لمعنى كي عربية كي وردقرن نك لفظة كي وردقرن أو لفظة لا عربي بتسن معنى دي هم معنى كان لو باس بكن وش مرضك كي قطبان أو ضريك باس ما كر ما يقلا معنى كان كمرضة أو نهاية تحرير معنى لغوي كلوكا بلام تشدت تحرير معنى لغوي مفردك لذكا عالمي لغوي مثلا راغب أصفهاني لمفرداتي ديتن لغة مفردك لور دقريتن يا كمش الأو مفردات لقرآن لور دقريتن ديتن لتسن آياتي باسكرا مفردات هم لو باز دكا دليل آياتي بمعنى هاتي لو آياتي بمعنى ببي سياق آياتك دوار لروي لغوش بيدريتن أجا معناه شيء زياد هالبيتن لو مفردة للشعر شيء جاهلي ياخذ لحديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيح أو معناه أشهر دقري لروي لغوه ف يعني أو بابتا أعجاما لي بيتن تفسير معناه أوني أما بين تحريري لغة أجر بيت مفسرك باز بك وشي طاهر بن عاشور يزاري وهي تحريري كالمفردة اللغوية كيدا هل لهم لروي زماني عربي بشوازة شي عام فوق حد مكتبك الجورة ذكا بلام أما استفادة لكن شرطي إلا لعلم تفسير لما عندي مدرين حد تفسيري تجاوز لغير علم كان ديكا أجر بيت كتابك بي مثلا تبرين تايبة أو كتابة تنها تفسير علمي كيت دانية مثلا تفسيري الوجيز للإمام الواحدي كتابة كدو مجلدة مختصرة أو كتابة طايم برين تنها علمي تفسيري تدا تطرقناك لو بابي مثلا إعرابي ياخذ بابي بلاغي ياخذ بابات كانت كي لغوي تنها لصحدي تفسيري استقراري كردية وتفسيرها زور مختصرة. طبعا إمام واحدي سيكتبه هي لتفسيري الوجيز الوسيط البسيط بسيطة زيادة لبيس مجلدة طبع كراية بسيطة متوسطة وجيزة دو مجلدة
حتى إمام غزالي كتاب فقه كان خوي بناوي كتاب كان يكرديه الوجيز إمام غزالي لفقه الوسيطش لفقه البسيطش ما شو لفقه يوي إمام غزالي لفقه شافعية فأو كتابي إمامي واحدي مختصرة كالوجيز تطعني بين كتابة مختصرة يعني اقتصاري كردي لسر حدي تفسيري بلام كتابي كمان هي مثلا اختصارنا كلاس تفسير علمي كشتدا لغشتدا بلاغشتدا كتاب ماني تاريخ اشتدا علمي حديث اشتدا سند اشتدا إلى آخره أو علوم إسلامية يعني لكتاب كان تفسيري موجودة فليركو أنا موسمان زيادة أو كتاب قال يعني تفسير علم تايبته شرط نية إلا يعني لا علمي تفسيري بيسمع به معناه لغوية كاملة ليركو أنا دريتن أو كتماشي كلام السلف دكاتن دبي آجاي لي بيتن كلغة عرب أو معناه تسند معناها دقيقة وذلك بالنظر في ثلاثة أمور أو الأول تحرير معنى اللفظة في اللغة يعني أقل بيته مثلا ما وربقين لفظة شو وربقين مثلا كلمة يضر بيو كلمة وربقين لروي لغة وتسند معناها دقيقة بقرينو سرسة طبعا ده قرينو سكتي مكاني لغي وش عينه أو كتباني كمثلا لغي لسان العربي بالمنظور إلى آخره كتباني كالكتبي لغين لقى كتابة كان غريب القرآن أو كتاباني كتايبة يعني هاتين مفردات كان غريب القرآن وقلتها وأقوال المفسرين المحققين في اللغة أو علماء كمفسر وهمان شيوش محقق لعلم اللغي وش إمامي طاهر بن عاشور وزمخشري وأمانه. الثاني العلاقة البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة يعني بظان آية أو تفسيري كسلف كديتيان لقى معناها مطابقة كاللغة هاتية موافقا كاقل موافق بأوكاتي مراد يندر كوي لا تفسير أو لفظي وقد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق دون تحرير معنى اللفظة لغة يعني زاري وكباس مانكر يعني مفسرة كي سلف ديتن مفسري صحابة تابعين ديتن تعبير دكاتن بجزء أو معناه بكامل أو معناه واشتشكش للكوان إشارات بكل كتابي وجوه والنظائر الوجوه والنظائر طبعا مفردات راغبي بششي وجوه نظائري تدا يعني أو مؤلفاني كمثلا كتاب وجوه نظائر يعني هي دين مثلا لفظة وردقين مثلا كلمة يضر تنزل للقرآن هاتيا شرح ده كان لو آياتي بو معناها هاتيا لبرو سياقك أو معناها هاتيا لو آياتش مثلا بو معناها هاتيا لبرو سياقك هلي دقليتن فوجوه نظائر زوزور بما حتى إمام شنقيطي لأضواء البيان زوزور اهتمام بوجوه نظائر ذاته وكتابش بان هي اختصاصي وجوه نظائره حتى على متقدمين يعني مقاتلي كرس سليمان كتابة شيء لوجوه نظائري بهمان يعني تنها اختصاصي وجوه نظائر يعني أو كلماتاني كمشتركة لسن آيات شي هاتية حتى ابن عباس لمسائل نافع بن الأزرقي زور اهتمام بوجوه نظائر ذات كوجوه نظائر يعني كالعلوم لغوي والله رابوستين لريام أو دو مسألة تاو كينو لسر فصل السيم رابوستين. نعم. المسألة الثالثة الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم ومن ذلك تفسير لفظ يعني أما اعتماد كان سر كتب لغوي لو تفسير شيء سردميانه زاري واشتش سردمي بيدا دبي أما دقارين لكتب كان لغوي دبين أصلا شيء إلى اللغوي دين تفسير آياتكي دكي تفسير شيء لغوي كيقدر قلتوا لقر أو شتى كالسردمي ما باسكره ومن ذلك تفسير اللفظ دحاها والله مزاين تيش كارياتك ما ندرس خوان توشيت قرطة شدكي بمعنى جعلها كالكرة فإن العرب لم تنطق بذلك بخصوص الأرض لكن بعض من ذهب إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرض استدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها هذا المعنى كتسميتهم لموضع بيض النعام الأضحية. آياتي والأرض بعد ذلك دحاها لروي لغوية وهاتينا قرأينا كلمة دحاها مثلا ديتيتيان أو موضعي كهيل كين عامل دادن ريبيدا قدرة أضحية أو هيلاني كالكيل دادن ريت هيلانا كبيدا قدرة أضحية خونك خدي هيل كي بيب قدرة أضحية ياخد بيب قدرة دحاها كلمة دحا بيوندي بهيل كي ونية بيوندي بالشكل كي ونية يعني ربطة شيء غير مباشرة ربطة شيء أصلا لروي لغوية سقطه
لروي لغويوش سقط كبي تفسير آياتي بكي والأرض بعدها ذلك دحاها يعني جعلها كالكرة. لروي لغويوش سليمني يعني أو يقلع إشكالياتك أنا. أما أصلي كرويتي أرضي مسألة كزعناني متقدمين إجماعيا لسر بابتي لا بابتي كروي أرضي يعني لو أنا كمثلا إجماعيا نقل كرديا بيشوا أبو الحسين ابن المنادي كتابة شي هي لا تفسيري بلام كتابك بدس ما نجيش كتابك مفقودة بلام شيخ الإسلام تيمية اللي نقل لك دريتا لو كتابينا إجماعي نقل كرديا لكن زعناني سلف متفقا كزوي كروية لسر شوازي كوريا وأمان شو ابن الجوزي لا زاد المسيري باز ذكاته ابن حزم دريتا لا أوي لا ملل النحالي دريتا يك حرفني لصحابة وتابعيني كإنكاري أو كان كزوي خرا وأمان شو الشيخ الإسلام تيمية وغيره وجل علماء آل الإسلام متفق للسروي كزوي كوريا طبعا هو بيج أوي أو أبحاث عصريانة هبيتن وبيج أو بابتاني كإستا هبيتن أما أوي كاو زاناني كهندك لزاناني متأخرين أهل كلام إنكاري كروي أرضيا نكريا والله إنكاري أويان كرديا كاحتمالا عقليا ذكريتا زوي كورانا بيتا عندك لزاناني أهل كلام أوشتيان باس كرديا لهندك لكتيبا كان تفسير ولهندك لكتيبا كان علمي كلام أما خدي بابتكي يعني أو آيات ناكريتا بلغا لسر أوي كزوي كوريا أو دو بابتي جاوازة. نعم. المسألة الرابعة معرفة أصل اشتقاق اللفظ من لغات العرب يفيد في معرفة هذه معناه صحيح دحاها يتيا دحاها والله ما يعني والأرض استرخى استرسل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها هذا هو تأويله عند بعض السلف دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها وهو يوافق هذا المعاني اللغوية التي ذكرها أخونا. نعم في معرفة معنى اللفظ وتثبيته في يعني آياتك باشا خوي تفسيري دحاها وجه الطارق بالضبط. ثم علاقته بالمعنى السياقي الوارد في الآية ومن ذلك قوله عز وجل يقولون إنا لمردودون في الحافرة فالحافرة عند المفسرين البعث بعد الموت أو الأرض أو النار. قال ابن فارس حفر الحاء والفاء والراء أصلان أحدهما حفر الشيء وهو قلعه سفلا والآخر أول الأمر بلا تنسى معرفة أصل اشتقاق اللفظ في لغات العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ وتثبيته في الذهن يعني كما بظاني أو لفظة عربية اشتقاق كيدة سهاتية اشتقاق يعني علمي اشتقاق توالد الكلمات من كلمة واحدة يعني أصل مصدر كبينه مثلا أي إن لمردودون في الحافرة أصلي وكلمة لسه حرفها حاء فاء راء مثلا كلمة جن قالوا لا تسوى جي ونوني هاتي دلالة اختفاء ذكاء لهم معاني كان كاللغة وكالتي جنة كقلغانة دلالة اختفاء ذكاء الجن دلالة اختفاء ذكاء الجنة جنين فهو أو اشتقاقه مجنون عقلي دابوش فهم معناه شيء مشترك هي لبين يعني وكلمة كش حرفك مشترك لبين فمع علم اشتقاقش علم مفيدة لو إنسان استفاد لبكالة تجيشتن لمفردات قرآني. ومجالات الاستفادة من اللغة في التفسير كثيرة ولا يخلو تفسير من الاعتماد على لغة العرب ومن أبرز المعتنين بذلك ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن زيد والفراء في معاني القرآن وأبو عبيدة في مجاز القرآن والطوري في تفسيره والراغب في مفردات ألفاظ القرآن والواحد في تفسيره البسيط تفسير قوركي البسيط وغيره. طبعا أماليركو أنا يكشتي دانوسين ودرسكي كوتايب بديني بسيط الشيء بسيطة كلامي قولتره نوع طبعا كي نوع مركز تفسير طبعي كده اللغة من بخوي كلمة بسيط يقالوا كلمة عنية قالوا لغة عربي معاصر بدو لكي قراءة
لكن ما بسيط دنيا وش بسيط اوكي يعني قلت كيف بقول بسيط يعني بانكرام بسط بسطيات يعني اشتكى بإسراحتي خوي باسكي اليوم ألفاتي هو يقلو كلمانية كمدلولي قرأ آقات أن لي معناه مدلولات اللغوية كان عربي عندك للغة عربي معاصر معناها كان يقرأ قرآن داخينه ياخذ هر نص عربي داخينه آقات لسردمي نص كيبي يعني مثلا تكلم مثلا شرح الشيخ ابن عثيمين داخينه فرقه هي لقرأ مثلا كتيبة شيء زانايا شيء متقدم داخينه آقات أن لبابتانا هبيت يعني دائما أقشت شكد لي هبو لا فهمك ياخذ بسيار بك يعني بقرا يعني تماشي وجوه نظائري بك زانا او مؤلفه او كلمه لشوينش كبت بكارينا وشي نكته شيء نكته بالضبط وشي كلمه نكته لك نمتسيا بكين ناويه بلام للغه عربي فصيح نكته يعني فائده اللغه من اوسع المصادر استعمالا لغه له مصدر كان زياده البكاري اما فين مصدر ما هبو كوتاي او فصلي فنوعيه كمان قلت من القران تفسير القران بالقران تفسير القرآن بالقرآن ما كو استفادة للقرآن لكن لو تفسير كني قرآني غير ده بعلم باللغة هبي غير ده بدو آيات هبي مشترك بيتنو لكلمة كي هر ده قرأ نسأل لغة تفسير القرآن بالسنة وحديث بيغمبري عليه الصلاة والسلام أيش العربية السنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم عربية أو لفظي كمثلا للسنة هاتية بامان شو لقرآن هاتيه تفصيل زيادة ذاته ربطك هي لبينها أو ربطها لعلم اشتقاقي يعني لعلم معاني يعني لعلم هل علم شكبيته تفسير كنت ما بسمان أقوال السلف ماكر أقوال السلف هر بشكل لو بروسانا دقرته سر همي ربطه همي تداخله أو مصدران أو يبرين مصدرش كونكريتيا باكيجة كتسمولي دقرم همي لقيلك تداخل يعني هي وربط يعني أقوال السلفش دوباره السنة وقرآني بكاردينه دوباره اللغة بكاردينه أماش بيسمع بلغة على أقوال وان تبقي أو أنا غير عربي يجبون هرب عربي قسائن هرب عربي قسائن كده هيت مان قلت مان الإسرائيليات إسرائيليات إيش قلت مان يقل شرطة كاني أوي أجر بيتو موافقي زماني عربي بكاتن أجر موافقي زماني عربي نكا أو معناه إسرائيلي كهاتي لو قصة لو خبري أجر بيتو لروي لغة لقى قرآن يجنا قرتن وناجلت فاللغة من أوسع المصادر استعمالا في التفسير وكو باس ما كل قدمان تشي شيري برديا لا علمي تفسيري وتصورش ناكر مفسرك عالم بيبا تفسيري وعلمي بعربي نبيت تصوري بابتين ناكريته ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم